يا هلا يا هلا ابو نواف. البقى يا مرحب. على وين؟ اليوم طال عمرك حنا بنروح المكان ابرد مكان في نجد. ما شاء الله تبارك الله. يمكن اول مره يدرون عنها ويسمعون فيه. حنا الحراره هنا الحين في محافظه الحايط تقريبا 41 او 42 تقريبا الحين. فبنصعد ان شاء الله بتنزل الحراره الى كم يا ابو عبد الله؟ 20 18 تقريبا. وبتشوفونها ان شاء الله بعد شوي. على الهاف. على الهاف. اليوم طال عمرك حنا بضيافه ابو يوسف منزله في محافظه الحايط، وبناخذ المتابعين معنا جوله لابرد مكان في نجد، في عاليه نجد تسمى، اللي هو العثمور والراس الابيض، له عده مسميات، العثمور والجبل الابيض والراس الابيض. دعوى السفر عندي مرتبه، انا بديار من بنات للحره، ودي بشوفات بني عبس ومضاربها، عهدي بها كم سنه من قبلها المره، من العالم الابيض الحره ندوج بها، ناخذ لنا يا ابو خالد وسطى بره، من العالم الابيض الحره ندوج بها، ناخذ لنا يا ابو خالد وسطها بره، نمر في مدنها ونزور شايبها، واللي تكبر وشال الكبر ما سره، تسيل الاقدام باذن الله بواجبها، يوم ان بعض البشر يزيد محتاره، تسيل الاقدام باذن الله بواجبها، يوم ان بعض البشر يزيد محتاره، الحقها والنفس ولت في مطالبها، اسعد ليالي نهار النفس مستان. يا هلا ومرحبا ابو نواف، حياك الله. يا هلا ابو نواف، طال عمرك، حياك الله في حرة بني رشيد. طال عمرك. يا هلا ابو نواف، ابرك الساعات والله. نورت الديره كلها. طول لي عمرك. السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم كل خير يا متابعينا الكرام. طبعا الان احنا متواجدين في اعالي نجد، حرة بني رشيد. طبعا حنا الان في المشيويه تحديدا، والجو ابرد منطقه في نجد. صح يا ابو فلاح؟ اي نعم صحيح. طبعا كم ارتفاع عن سطح الارض؟ ارتفاع اللي هو الجبل الابيض، هذا اعلى قمه يعتبر في نجد، الجبل الابيض اللي هو 2400 متر فوق سطح البحر، يعني هي تعتبر اعلى نقطه في نجد. وابرد منطقه في نجد عامه. الحراره تقريبا يعني الوقت الحالي العصر 24 درجه مئويه، وفي الليل تصل الى 18، والفجر تصل الى 16. طبعا هذه اللي قال فيها الشاعر عيد بن مربح، اللهم يا علاوي نجد علك مراديم السحاب، ديرة تربيت فيها ومني صغير، وكذلك الشاعر الكبير الزعيم. نعم قال شاعر عدى براس الراس الابيض يوم غنى، سند الحره وذعذاع الهوى يطرق شليله. طبعا وغنوا فيها شعراء كثير. طبعا هذه الحد الفاصل بين نجد والحجاز. صح يا ابو؟ صحيح. الله طبعا هذا المكان هو اعلى نقطه، من هذه النقطه الجهه الشرقيه اللي هي نجد، ومن الجهه الغربيه الحجاز. طبعا الناس اللي عايشين فيها والمنطقه هذه طبعا اللي هي العوامر من بني رشيد. طبعا احد البراكين النادره يكون لونها ابيض، يعني تقريبا في العالم كله ما يوجد الا 3 براكين، اثنين عندنا، واحد على ما اعتقد في اليابان، انا متاكد من المعلومات، لكن متاكد عندنا اللي هو البيضاء والابيض، هو يعتبر من البراكين البيضاء النادره جدا. طبعا هو الفاصل بين نجد والحجاز. الله يعني تقريبا، يعني لان هذه المنطقه هنا الحجاز، كذلك مصب الماء طبعا، اللي هو وادي الرمه من هنا. طبعا هنا سبحان الله، ترى المعلوميه هنا لمتابعينا الكرام، مصب الماء الى اتجاهين، الى الشرق والى الغرب من هذه المنطقه. طبعا ينحدر الى وادي الرمه، وكذلك يصل الى القصيم، ومن هنا الى الثمد وخيبر مصب الماء. فسبحان الله. وكذلك تغنوا به عيد بن مربح. لا فيه الثاني اللي يقول ابيض مقلوز مرتفع متعلي، مدهل الذيب سرحان لا راد العشاء قبل العشاء عدابه. مساك الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور والرضا. اول شيء بيض الله وجيهكم على هالجلسه بهالمكان المشرف، وانتم مشرفين دايم. ابو يوسف وابو فلاح الله يطول باعمارهم حاضرين كلهم بعد طال عمرك. الله يبيض وجهكم جميعا. يقول له والله هلا زان عثمور الاجداد، من يوم حطوا فيه مكتب سياحه، المقروي ارثه تميز بالامجاد، من شرقي الابيض الاقصر ماحه. صح صح الله بدنك. يا غريب
شيلني لياها كالهضاب حط قبري بين عنتر وبن عم زهير حطني في مقبرة عبس مروي الحين